بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عش حدوتة زملكاوية. الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلي على حبيبك محمد، اعمل اللايك، الاشتراك في القناة. تعالى نخش في موضوعاتنا على طول. على طول. نتمنى تعمل اللايك، عايزين نوصل بالفيديو ده بأكبر عدد من اللايكات، الاشتراك في القناة، وتصلي على حبيبك محمد وتشير الفيديو بكتر ألف خير. فوك رازوفيتش الصربي، فوك رازوفيتش هو مدرب الزمالك الجديد، هيصل خلال 48 ساعة القادمة خلاص لمصر. راجل جاي هو المساعدين بتوعه يوم الخميس، مساء الخميس. كل التوفيق وكل الدعم، وبلاش نغمة يا جماعة. لازم يطلع لك كده شوية مدرب فاشل. هو لسه جه القاهرة عشان يبقى مدرب فاشل؟ هو لسه جه ودرب اللعيبة تمرينة واحدة؟ هو لسه لعب مباراة؟ نهدى يا جماعة، الهدوء، نهدى. امال سبتوا ايه للجان الاهلي لما الزملكاويه اللي بيعملوا كده؟ ليه تشكك في حد قبل ما تشوفه؟ ده في مثل بيقول لك تعرف فلان؟ قال لك اه. قال لك عشيرته؟ قال لك لا. قال لك يبقى ما تعرفوش. ده مثل كده عندنا بلدي كده بيقولوه. فالراجل لسه ما جاش من صربيا، لسه ما وصلش القاهرة، لسه ما مرنش تمرينة، لسه ما خدش مباراة. قولوا الفاشل ده ضعيف، ده مش استنى. مدرب ده عشان تقيمه صح لازم يلعب من 5 ل6 ل7 ل10 مباريات رسمية، ل10 مباريات تبدأ تشوف هو ناجح ولا فاشل. انما لسه ما ركبش الطيارة وما جاش، ولجان كده ممولة وبتقبض وعمالة تهاجم وتقطع في الراجل. طب ده كلام؟ امال سبتوا لي لجان الاهلي؟ سبتوا لي الاعلام الرياضي الاهلاوي؟ ها؟ بهدوء اهو. فدلوقتي علينا ندعم الراجل، ندعم الجهاز الفني بالكامل. الراجل جاي في مرحلة صعبة، هيبدأ فترة اعداد، ما عندكش رفاهية تدعيم صفقات. الراجل هيلعب باللي موجود، فندعمه. كلامي غلط؟ لو غلط قولوا انت غلط، لو صح قولوا انت صح. من وجهة نظري صح الكلام اللي انا بقوله ده. هو انا احكم على تجربة بالفشل من قبل ما تبدأ؟ ده انهي عقل يصدق الكلام ده ولا يقول الكلام ده؟ بني ادم غير طبيعي وغير سوي اللي يقول او يحكم على تجربة قبل ما تبدأ بالفشل. مش كده ولا ايه؟ طيب نتمنى كلنا ان التجربة تنجح بإذن الله. طيب معسكر الزمالك، ركز معايا، خبر مهم. معسكر الزمالك دلوقتي في نية او اخبار شبه مؤكدة. احنا عارفين فترة الاعداد بتاعت الزمالك هتبقى في معسكر داخلي في العاصمة الادارية الجديدة، هتبدأ من يوم السبت القادم، مطلع الاسبوع القادم. اللعبة هتتجمع وهيبدأوا فترة الاعداد تحت والتدريبات تحت قيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش. بلاش فوك، خليها رازوفيتش على طول. رازوفيتش. فالمعسكر الداخلي في العاصمة الإدارية الجديدة، والمعسكر الخارجي تركيا الأقرب. تركيا
المعسكر الخارجي. طبعا بيراميدز بيعمل معسكره الخارجي بقاله كذا سنه في تركيا، فالزمالك يقترب ايضا معسكره الخارجي من تركيا، هيكون في تركيا. طبعا هيكون في ماتشات وديه، ده مؤكد يعني، سواء هنا او المعسكر الخارجي اللي هيكون في تركيا. طيب ايه حكايه هروب اخوان بزيرة؟ عشان الخبر ده لف السوشيال ميديا كلها خلال الساعات الماضية. قال لك الحق يا جدع، ده بزيرة مش راضي يرجع، وبزيرة رايح يفسخ عقده مع الزمالك، والكلام ايه كتر قوي، كتر قوي في موضوع بزيرة خلال الساعات الماضية. وهتلاقي بقى من سيف زاهر لمهيب لابراهيم فايق لعبد الجواد لابراهيم عبد الجواد لما شلبي شلبوكة لشبانه للاعلام الرياضي الاهلاوي ده كله، يقول لك هروب بزيرة من الزمالك، هروب بزيرة. لا بزيرة هرب ولا حاجه. هو فتره اعداد الزمالك بدأت يا جماعه؟ هو مدرب الزمالك الجديد جه يا جماعه؟ ما تجروش ورا الاشاعات. يقول لك اصل في نادي تركي، ده في نادي مش عارف ايه، ده في نادي سعودي. ما هو ده اللي لجان الاهلي عايزاه. لجان الاهلي ولجان جيم جيم دايما عايزه تصدر لك مشاكل وازمات، مشاكل وازمات. فايه تعمل ايه؟ فتقول لك اجري، ده هرب، ده فسخ عقده، ده مش عارف ايه، ده ما جددش، لا كده. وهم والاهلي بقى عنده مشاكل متلتله بس ما بيحبش يصدرها، والاعلام الرياضي طبعا بيسمع كلامه. فبزيرة لا هرب ولا حاجه، بزيرة مكمل مع الزمالك ومحترم تعاقده مع الزمالك، وبزيرة خد فلوس. واحنا قلنا الاسبوع اللي فات ان اجانب الزمالك كلهم بما فيهم سيف الجزيري كلهم خدوا فلوسهم المتاخره. سيف الجزيري وادم كايت وتشيكو بانزا وعدي الدباغ اخوان بزيرة ومحمود بن تايج، ادي 6 لعيبه. لسه في اجانب تانيين في الزمالك كلهم خدوا وصرفوا مستحقاتهم المتاخره كلها. طب ايه اللي هيخلي بزيرة يهرب؟ لو ما خدش فلوس او لو يفسخ عقده. لما الراجل خد فلوسه والراجل عاشق للزمالك، فما فيش الكلام ده. وبزيرة قاعد ويقول لك اسم النادي الجديد لبزيرة. يعني هرب وفسخ عقده ووقع مع نادي جديد؟ اي هجص واي هبل في الجبل بتقال، اي هبل بتقال. فبزيرة مستمر، مفيش اي مشاكل. خد بالك الصربي رازوفيتش ده بقى اللي هيحسم مصير 3-4 لعيبه ممكن يمشوا. لان انا قلت لك المدربين الخواجات دول الاجانب ما بيحبوش يدربوا 35 و40 لاعب و30 لاعب، لا، هو بيحب يركز على 22 23 25 لاعب بالكتير في التدريب، يحب يركز على دول بس. انما بقى 30 و35 ما بيحبش. طيب الراجل ده هيشوف، هيمرن اللعيبه كلها وهيشوف ويتعرف على اللعيبه كلها. اللي هيلاقيه راكب معاه في الترس تمام، مش راكب هيقول له، هيبلغ جون ادوارد هيقول له ده خارج حساباتي، بيعوه استفيدوا منه بفلوس، مش هيدخل حساباتي خالص. قصة هتمشي كده، قصة هتمشي كده. والاجانب عندهم الالتزام والانضباط اهم حاجة، عشان تبقى عارف، تبقى منضبط في مواعيدك، ملتزم، تبقى تمام. هتعمل غير كده هتلاقي نفسك بره النادي، بره النادي. طيب
يبقى دي حكايه هروب اخوان بزيره والكلام المثار حولها. الاهلي بقى في مشاكل متلتله، بس الاعلام الرياضي عامل كأن الاهلي ده يا عيني ما فيهوش اي حاجه، ولا بيش ولا بنش، وهو مليان مشاكل، مليان مشاكل. مليان مشاكل. امام عاشور ده خير مثال. قال لك مش هي مش هيجي مش هيلعب في الاهلي تاني. هيقلع تيشيرت الاهلي، يعني هيقلع تيشيرت الاهلي، هيروح بقى اتحاد جدة السعودي ايا كان. ادم وطن الراجل عامل شغل جبار، جايب له عروض بدل العرض 5. هو جه عرض رسمي فيه 6 مليون دولار، لكن الاهلي عايز 8. عايز 8. طب زيزو الاهلي عرضه للبيع ب 5 مليون دولار، ما جاش فيه ربع مليون دولار. ربع مليون دولار ما جاش فيه، ولا هيجي. هيدوا له ربع مليون دولار على ايه؟ وبيلعب. طب بالله عليكم ده لاعب؟ فيا جماعة الخير عايز اقول لك حاجة. الحمد لله والشكر. امام عاشور الاهلي لازم يدور على بديل ليه في اسرع وقت. اوعى تعمل حسابك يا عموته على ان امام عاشور معاك السنة الجاية. فبقولها لك من بدري يا عموته مدرب الاهلي، خلاص شوف بديل امام عاشور بسرعة وهاته. موضوع خلصان. موضوع ايه؟ خلصان. انا بكلمك بامانه وبجد، مش بهزار. طيب قضيه ابراهيم نضاي والخبر ده مهم جدا للزملكاويه. يعني الزملكاويه دلوقتي شغلهم الشاغل بعد ما خلاص حسمنا موضوع المدرب. شغل الزملكاويه الشاغل دلوقتي هو رخصه الزمالك الافريقيه. يعني كان من امبارح واول كان الزملكاويه بيسالوا عن مين مدرب الزمالك الجديد. عرفنا المدرب خلاص. دلوقتي بيسالوا عن ايه؟ رخصه الزمالك الافريقيه. عايزينها تبقى في ايد الزملكاويه كده، في ايد مسؤول الزمالك، وتوصل الزمالك عشان تبقى رسمي، عشان المشاركه في دوري الابطال. بكره يا جماعه الاتحاد الافريقي عامل مؤتمر جاي لك في الرخصه دلوقتي، هيعلن فيه مشاركه النانوس رسميا في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه الموسم القادم. انا بقول لك خبر رسمي اهو، هتشوفه بكره. امال ايه؟ مش هنا ابو ريده قال لمتسبي يلا يا عم عايزين ندخل الاهلي، والخطيب طبعا موصي فمش عايزين نزعل الخطيب، فلازم الاهلي يدخل دوري ابطال افريقيا مع الزمالك ومع بيراميدز. فضيحه، احنا في فضيحه، احنا في فضيحه حرفيا. يعني المفروض الاهلي ده يلعب كونفدراليه، لا ما يلعبش كونفدراليه، نزود عدد، نخترع اي حاجه، المهم ندخل الاهلي في دوري الابطال. يعني الواحد ساعات كده لسانه بيعجز عن الكلام. اه والله يقول ايه في موضوع زي كده؟ طب هل لو الزمالك كان عملوا كده؟ ما كانش عملوا كده. طيب رخصة الزمالك يا جماعة قولا واحدا ان شاء الله باذن الله باذن الله رخصة الزمالك جاية خلال يعني ممكن بالكتير قوي على يوم الخميس تصل الزمالك. ابراهيم نضاي النادي الاوكراني تم التفاوض والانتهاء من كل حاجه، والفلوس هتتحول، وان شاء الله باذن الله الرخصه جايه. كهرباء بتقطع في المنطقه عندنا كل ليله كده من الساعه 10 تفضل بقى 3 4 ساعات. فلو جت
الساعة 12 ممكن او 12 الا ربع كده نطلع معاكم بس مباشر ان شاء الله. لو بقى في كهرباء يعني، ما قطعتش الكهرباء. قطعت الكهرباء يبقى مش هنعمل. ده سبب ان احنا ما عملناش بس مباشر امبارح. قطعت من بعد صلاة العشاء لحد يمكن الساعة 1 بالليل. فهنشوف. السلام عليكم.